الراوي قصص وحكايات من الموروث الثقافي العالمي، اقتبسها وهذبها كمال الكاتب. مؤثرات صوتية وإخراج إيمان سليماني. إنتاج إذاعة تونس الثقافية، رمضان 2023. الراوي. وفي بالكم شعمل؟ فلوس البيعة ما هو عاود صرفها الكل كالعادة على أصحاب السوق، وعاودت كلات ولحيوت. دار منا اش مازال ينجم يبيع. قال نبيع الكلب اللي يعس في الجنينة. وما هو قصتنا الزمنية؟ الناس قبل كانت عندهم عبيد. قال نبيع زعفران ومسعود وفيروس. وهوني نفتحوا قوس صغير، احنا في تونس انهينا الرق نهار 23 جانفي 1846 بوثيقة رسمية اصدرها احمد باشا باي. تونس كانت من الدول السباقة في انهاء الرق. تحبوا تعرفوا شنو صار مع سيوخينا؟ ما لا تبعونا غدوة مع بقية الرواية. حاسيلو سيوخينا عدى مديدة وصرف كل شيء كالعادة. غزر منا ما عادش عنده ما يبيع. الوليد ولات حالته حليلة. قال خليني نمشي نخرج مع أصحابي نبدل شوية الجو، نحس في روحي تخنقت. اتقابل كالعادة مع أصحاب السوق متاع المدينة، ومشاو عملوا شوية في الغابة القريبة. غزر له زميم أصحابه، هذا واحد عامل ذراعه في وجهه وهو اللي كلمته تمشي. انتي غدوة باش تتكفل لنا بالقعدة. اي تكفل لنا بالقعدة الكل باش تجيب لنا الماكلة والفواكه. وما تنساش رانا 30 رقبة. وكان ما تحبش ولا بالكشي ما عندكش فلوس ما عادش تجي معانا، لك صاحبنا لا نعرفوك. الوليد متعلق بأصحابه وما يعرفهم كان هما. اي اتهنى نستدعاكم الكل هوني وفي نفس البلاصة كالعادة. تعرفوني عمري شي طيحت كلمتي معاكم. أصحابه ما يعرفوه كان على المصروف، وهو كلمة لا ما تخرج من فمه. وهو مروح للدار قعد مخه يخدم، يا ربي منين باش نجيب الفلوس؟ حصلت وعدتهم باش نتكفل بكل شيء. كيفاش باش نعمل؟ خلطت للدار تفكر امه. ما هو عاد هو وليد برك ودلو لامه. قال امي ما ترفض ليش طلب. مشالها يسخف فيها، الدمعة على حافة عينه وكالصوت مخنوق بالشهقة. يا امي راني وعدت اصحابي باش نعمل لهم حفلة غدوة. يا امي راني كان ما نشدش كلمتي معاهم راني باش نتهى. راني ولد سي فلان وما دراك. اشكون ما يعرفش بابا يرحمه، اغنى تاجر في المدينة. تحب يقولوا عليا مشحاح ولا فالس؟ وما هي لأم حنينة وربي يفضل لكم ميماتكم. قلبها رف وذاب على ولدها، وهي بطبيعتها ما ترفضلوش طلب. باه يا وليدي باه. نحات ذهباتها من يدها، شناشن وفرادي وخواتم. برا وليدي لسايغي المدينة، ارهانهم وبفلوسهم شد كلمتك مع أصحابك. مرة تعدى شريلي علوش من الزازار وما تابعه، وتعدى شريلي الغلة والمشروبات على عدد أصحابك. جيب لي القضية الكل وانا تو نطيب الولدي ونحضر كل شيء، ما نخليهاش بيك. هبط للمدينة، رهن نذهب ورجع بالقضية الكل أمه اللي شمرت على ذريعاتها في الكوجينة
وعداتها من العشية حتى القريب الفجر، وهي مسكينة الطيب. شبيك؟ راهم 30 رقبة. حضرت له كل شيء وعبات له هيك الماكلة في سر كبيرة، ما شاء الله، ماكلة متاع حفلة. من غدوة هاك لوليد شايش وفرحان، مالا ما وشد كلمته عاد مع أصحابه، بس أمه من جبينها وقصد ربي بهاك السر المعبي، يكالي فيه في الثنية. هاو ارتاح، هاو عاود مشى. شبيك؟ راهو على ما هو معبي هاك السر يهزوه 3 رجال وشوية. وصادفت اللي نهارتها الحال صيف والشمس متوسطة السماء تنقب براس العصفور. هاك الوليد فمه شاح وساقيه رخت بيه من التعب. قال مازال بكري على الحفلة، 7 ولا هما يزيدوا شوية، خليني نرتاح، جهدي تقطع. غزر لقى كرمة ما شاء الله كبيرة مادة ضليلها، قعد تحتها، منه يرتاح ومنه يتظلل، وحتى هيك السر بحذاه، وريحتك الحماة بدات تفوح منه، تشمها على بعد ميل. هو متكي ويغافلو كلب قاتلو الشر، وهبلته هاك الريحة الفايحة، يغطس في هاك السر وين بيمولاك، اكلالو الدنيا الكل، ما خلالو كان العظم. اتلفت هاك الوليد شاف هاك الكلب صيد على حاله، تسمر في بلاصتو كي الصنبة من الخوف. وهاك الكلب بعد ما خذاه غرضه راسو حل في السر ولاش يعوي، لا عاد فما ماكلة ولا وليمة. الوليد شد راسو ودموعه على خده يتخبن، قلبه واجع على هاك السر. خلط للبلاصة اللي توعد فيها مع أصحابه باش يقيموا فيها هاك الوليمة. كي قابلهم ويديه فارغة بطبيعة الحال، احكي لهم اللي صار له بالتفصيل، وشي ما صدقوا حد وتهموه بالكذب، وبداوا عادين يعطوا فيه بالمشحاح وبالفلس. قام هكا زميم أصحاب السوق، قلت لكم شي راهو ما عندوش كلمة، جاب ربي خذيت احتياطاتي ووصيتكم باش كل واحد يجيب ماكلته معاه. هاي طلعوا ما عندكم. اللي جبد الحماة المشوية، واللي جبد الفاكهة، واللي جبد الفاكهة، واللي جبد المشروبات أنواع واشكال. هيا يا جماعة اتفضلوا. ودار لهاك الوليد صحيبنا قال وانتي ماكش مستدعي معانا، راه تحب تشد تركينا بعيد علينا، اتفضل، اما باش تشاركنا الوليمة لا، احنا اللي يكذب علينا ما يصاحبناش. الوليد ذاب من الحشمة وتبهذل وحس روحه تهان، إهانة ما بعدها إهانة. أطال الجماعة بالظهر وشد ثنية المرواح، لا سلام لا كلام. تحبوا تعرفوا شنو صار مع سي وخينا؟ ما لا تبعونا غدوة مع بقية الرواية.